كيفاش نعرف عندي مرض كرون؟ إذا كان عندك أعراض كيما وجيع في الكرش، إسهال مزمن، نقص في الميزان، فشلة، فإنه هذه الأعراض تنجم تخبي مرض كرون. لازمك تعدي عن طبيب مختص في أمراض الجهاز الهضمي باش يوصف لك تحاليل على الدم وعلى البراز باش تثبت إنه فما التهاب في الأمعاء الدقيقة أو الغليظة. الطبيبة متاعي في السويد قالت لي أسماء يلزمك تعمل كولوسكوبي. طبيبك باش يعمل لك منظار على القولون أو كولوسكوبي باش تورينا اللي فما التهابات وتقرحات في الأمعاء باش ناخذوا منها عينات، العينات تثبت اللي فما التهاب مزمن اللي هو الكرون. المرحلة هذه من التشخيص مهمة برشا، لأنه فما برشا عباد تتشخص على أنها مرض كرون وهي ما عندهاش كرون، لأنه فما برشا أمراض أخرى تعطي نفس الأعراض كيما الارسياج أو القولون التقرحي، كيما أورام في القولون أو غيرها. كيف فما عباد عندها كرون ولكن التشخيص يكون متأخر، وفي هذه الحالة تنجم الأعراض تتفاقم، لأنه كي نبداو العلاج على بكري نتحكموا في الأعراض خير. كيف مرحلة التشخيص تورينا المرض وين موجود بالضبط في الجهاز الهضمي، هل أنه موجود في المصرانة الغليظة والجويدة برك أو في منطقة أخرى من الجهاز الهضمي. كيف باش نطلبوا من المريض أنه يعمل تحاليل وتصاور باش نثبتوا المرض موجود ولا لا في المفاصل، في العينين، في الكبدة أو في الجلد. بعد مرحلة تشخيص المرض وين موجود بالضبط في الجهاز الهضمي وخارج الجهاز الهضمي، الطبيب باش يحط بروتوكول علاجي كامل لازم المريض يتبعه، وهذا اللي باش نحكيو عليه في الفيديو القادم.